في المقلب النيابي الآخر صراع تصريحات دارت رحاها بين النائبين سعدون حماد وخالد الطاحوس، ومن اتهامات العتيبي بشخصنية استجواب الطاحوس إلى رد الأخير الذي فند ما جاء على لسان زميله، داعيا إياه إلى ترقب جلسة الاستجواب وموجها رسالة للنواب لتمكينه من مناقشة استجوابه في جلسة علنية. السبب الرئيسي لاستجواب خالد طاحوس حاليا وهو اختلاف التكتل على موضوع قانون الخصخصة. زميلنا خالد طاحوس وهو من عين أخوه المهندس طالب مشعان منيخر طاحوس مديرا لأكبر مصنع ملوث في الهمان. أخونا خالد طاحوس خلال المدة لما كان أخوه طالب مدير المصنع 4 سنوات ما تكلم. متى تكلم؟ لما المصنع فنش أخوه بدأ أخذ موقف من المصانع، مو عشان الهمان. اللي ما يملك الشجاعة واللي حنث بقسمه أمام أهل أم الهيمان وحنث بالميثاق اللي وقعه مع اللجنة البيئية التطوعية في أم الهيمان، ومن قبض في استجواب وزير الإعلام، ومن قبض في صفقة المطر، ومن قبض في صفقة المواصلات، ومن قبض في صفقات الأشغال، هو اللي واقف اليوم أصبح مدافع عن الحكومة. بتقول لي والله عشان أخوه قبل 2 سنين قدم استقالته من المصنع. أنا مستجوب 158 مصنع مو مصنع واحد. أنا مفاجأتي بكرة في قاعة عبد الله السالم، وراح تشوفها زين، وراح تكون أمام نواب الأمة إن كانت الجلسة علنية ولا سرية. أنتم هل صحيح فنشتوا يعني أخو خالد الطاحوس وكان يشتغل عندك بالمصنع؟ لا يكرم يبغى شقيق الأخ خالد الطاحوس، عبارة مثل واحد من أبنائي. وعمل بكل جد وإخلاص ويانا حوالي 4 سنوات. هو مهندس طبعا، هو مهندس ميكانيكي. وكان هو مدير المصنع عندنا. وكان يجابل، وأنا طبعا ليش فنشتوها؟ لا اللي قال فنشناها غلطان. ما فنشناه، بالعكس هو رجل خلوق، وبعدين يعني ما أحد ياخذ بجريرة الآخر. بالعكس يعني هو قدم استقالته. هو الرجل كان عنده التزامات أخرى واعتذر، ويا ريت انه مكمل ويانا. بالعكس الرجل هذا قيمه مضافه لنا. بس في عضو صرح، احنا خسرناه يعني. بس ابو احمد في عضو صرح ان انتم فنشتوا. والله عاد هذا جزء من المناقشات السياسيه. انا اتكلم، انت سالتني انا جاوبت. زين.